بص، هي مش افضل اداة ذكاء اصطناعي ولا حاجة، بس فيها ميزة، لا الحقيقة فيها مميزات كتيرة جدا. اولهم انها ببلاش، تانيهم ان فيها كمية ادوات ذكاء اصطناعي اعتقد انك لا يمكن تلاقيها في حتة تاني. زي ايه؟ زي ادوات توليد الصور والفيديوهات من برومبت، وفيديوهات من صورة. فيها ادوات لتعديل الصور او تكبيرها، او حتى تحويل الصور لبرومبت. فيها كمان اداة لتصغير الروابط، وحتى فيها اداة لتوليد الكيو ار كود والباركود كمان. وفيها اداة لتحويل البي دي اف لصورة، وفيها اداة لفك الباسورد بتاع ملفات البي دي اف، وفيها اداة بتحول ملف البي دي اف لملف اكسل، وادوات تانية كتير. فيها اللي شغال كويس قوي واللي مش شغال خالص. بس اهم حاجة في الموضوع ده انك تقدر تجرب كل الادوات دي ببلاش زي ما انت عارف. عارفك هتقول لي طب ادينا رابط الاداة، لكن انا اكيد كالعادة هقول لك اعمل لايك وشير للفيديو ده، وسيب كلمة صيني في الكومنتات، وانا هبعت لك رابط الاداة دي على الخاص او الدي ام. ولو انت في التيك توك او اليوتيوب هتلاقيها في اول كومنت يا سيدي. بس كده.